السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داني ألفيز ينصح انريكي بعد رحيله عن برشلونة. انضم البرازيلي داني ألفيز لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي إلى قائمة المودعين للمدرب لويس إنريكي الذي سيرحل عن جدار برشلونة نهاية الموسم الجاري، ووجه له رسالة شكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر داني ألفيز عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة تجمعه مع لويس إنريكي، معلقا عليها بقوله: كان من دواعي سروري العمل تحت قيادتك. وختم داني ألفيز بنصيحة: لا تفقد يوما حيويتك وحبك لكرة القدم، أعلم أنك ستحقق النجاح في مكان آخر لأنك تحب ما تقوم به. الخبر الثاني: رونالدو البرازيلي يرشح لاعب للكرة الذهبية. اعترف الظاهر رونالدو في آخر لقاء صحفي عن مرشحه للكرة الذهبية لهذا العام، وقال رونالدو: أني أكيد سأختار البرتغالي كريستيانو رونالدو لأنه كان حاسم في آخر عامين، ويقدم الدون البرتغالي أداء ممتاز وهو قريب من حصد الدوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي لهذا العام. الخبر الثالث والأخير: رسميا برشلونة يمدد عقد تير شتيغن. أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين توقيع عقد جديد مع الألماني تير شتيغن حارس مرمى الفريق حتى صيف 2022، وذلك عبر حساب النادي على تويتر. وانضم الحارس إلى البرسا في صيف 2014 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس الملك وبطولة الليغا. وبات تير شتيغن الحارس الأساسي للفريق الكتالوني منذ بداية موسمه الثالث، خاصة بعد رحيل زميله التشيلي كلاديو برافو إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.